فرحة هستيرية عند جمهور نادي الزمالك. فرحة هستيرية لجمهور نادي الزمالك. جمهور الزمالك اللي كان رايح حاطط ايده على راسه وبيقول يا رب استرها، ناخد 2 أو 3، مش عايزين يزيد عن كده. حقهم اتعادلوا مع النادي الاهلي. كل ده بسبب كولر اللي واقف على الخط بره، مش قادر يستوعب اللعيبه اللي جوه الملعب عماله تباص والكوره بطيئه، والزمالك بيلعب بتسعة دفاع. الزمالك مستسلم وبيلعب بتسعة دفاع، وكولر عمال يقول لك باص باص باص، اللعيبه عماله تباص وكولر بيتفرج. مفيش تفكير. ليه اطلع جليدشار ما العبش معاه وسام ابو علي؟ ليه ما العبش بالاثنين مع بعض؟ ليه العب بباك يمين وباك شمال ما بيعرفوش يلعبوا كره واحده عرضيه؟ ليه انت بتفكر كده؟ ما تعدل الملعب ونزل محمد هاني يبقى بيلعب دفاع حلو وبيلعب مهاجم حلو. وليه ما العبش بكريم الدبيس والعب باتنين ديفندرات، اكرم توفيق ومروان عطيه، ويغطي هو ورا الدبيس؟ يبقى انا عندي كتله هجوميه كبيره، وامام والشحات، وفي النص امام جليدشار ووسام ابو علي. وجليدشار محطه كبيره جدا وقوي جدا، يصلح للي جاي، بيجهز للي جاي، بيلعب بظهر راسه حلو جدا يصلحها بسرعه. وسام ابو علي، الزمالك بيلعب على خط واحد. ليه ما شغلش دماغي واسرع اللعب وانزل وسام ابو علي ويلعب على الاوفسايد؟ كولر لما الدنيا بتقفل معاه بتضلم، ما بيفكرش. مفيش. انت خايف تنغلب من الزمالك ليه؟ ده فرقه مكسحه، ده كسح كتع يعني بص، كسح كتة ولا اسمها ايه؟ كسح كتة الايه؟ ايا كان، ده طلع ماتش تعبان فعلا. يا فرحة جمهور الزمالك، يا فرحة جمهور الزمالك. تعادل الزمالك النهارده قدام الاهلي بمثابة فوز الزمالك بالدوري. شكرا ليكم، سلام عليكم. متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت لو تفعل الجرس. كنت شاكر ليكم. سلام عليكم.